برج السرطان، هتعرف راسك من رجليك، هتعرف مين اللي بيحبك ومين اللي بيعاديك. فهي مرحلة ستكون فيها كل قراراتك أو المستجدات فايدة ليك. هتكلم معاكم بالتفصيل عن تلك المرحلة، لكن الاشتراك يا جماعة، الناس اللي بتنسى تعمل اشتراك، بتتفرج وبتنسى أو بتبخل علينا بالاشتراك أو بتنسى أو أي شيء، أي وصف، اشتراك وتفعيل الجرس ما تنسوناش علشان يوصلك مني كل جديد. ليه الفترة دي هتكون فيها جديد في حياتك، خاصة في علاقاتك والتركيز الكبير في نوعية العلاقة، خاصة المرحلة اللي هي النصف الأول هي مرحلة التركيز في العلاقات أو الدايرة المقربة. فكل التوزيع الكوكبية التي ستحدث في بيتك الثالث والرابع والخامس، وكل دي بيوت تتعلق بالأهل، بالمقربين، بشريك الحياة، بالشركاء. يعني مفيش حاجة مثلا فيها تتعلق بأمور تانية في حياتك إلا الدائرة المقربة. تمام؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت على أعتاب تغيير سيستم أو نظام كامل لحياتك، وأيضا ستكون بدايات جديدة لعلاقات جديدة أو فكر جديد أو انتماء جديد. هي مرحلة هنقول عليها حانت لحظات مهمة أو فارقة في حياة البعض. في منكم من يستغلها وفي منكم من يستحمل أو يتحمل وبيعديها. اللي هيستغلها هي مرحلة مصيرية وفارقة في حياتك، اللي هيعديها يبقى ده بيستحمل، وفي أمور تانية كتير ممكن يكون مصبراه. هتكلم معاكم بالتفصيل، لكن تنويه بسيط. الناس اللي عايزه قراءة خاصة بعمل القراءة مكالمة مباشرة، ودايما بركز على كلمة المكالمة المباشرة دي عشان الناس اللي بيضحك عليها بموضوع الورقتين اللي بتتبعت. يعني انا بسمع مهازل. القراءة بتبقى مكالمة مباشرة علشان اعرفك كل شيء. انا راجل عارف العلم كويس، مش ببعت لك ورقتين وبهرب من ورا الموبايل. اللي عايز قراءة يتواصل معاك، بس بكشف لك كل شيء عن حياتك مهما كان، وايضا السنوات القادمة، العلاقات الثلاثية، كل شيء. اللي عايز قراءة يتواصل على رقم مصر. ونبدأ في حلقة هامة جدا لحبايبي برج السرطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برج السرطان، النصف الأول شهر أكتوبر 2023. ونقول إيه الحكاية؟ زي ما بقول لكم كده، التوزيع الكوكبية خاصة النصف الأول من شهر أكتوبر، وفي خلال فترة وجيزة جدا لا تتعدى ال7 أيام، تحركات تقلب الموازين. يعني اللي انت معاهم ممكن اول الشهر ممكن ما تكونش معاهم بداية من يوم 15. تخيلوا الوضع. اللي انت معاهم في شراكة ممكن ما تكونش معاهم. شخصيات ممكن تكون بعيدة عنك وتبقى خلال الفترة مقربة جدا. اذا البعيد ممكن يكون قريب والقريب ممكن يكون بعيد. انقلابات حادة تحدث نتيجة اولا عطارد في بيتك الرابع. البيت الرابع وبيت صعب، يمثل العلاقات، يمثل الشراكات ايضا في العمل، لكن بيسلط الضوء على هنقول علاقاتك للدائره المقربه، خاصه مع شريك الحياه. لم الشمل، فتره بتطل على افكارك، فتره بتطل على اوضاعك الحاليه. هتبدا المقارنات. خدوا بالكم انتوا المقارنات معاكم لغايه النص الشهر، المقارنات في كل تحرك كوكبي، لكن نوعا ما مبدئيا كده في بدايه مقارنات بمكانتك عند البعض. وهتبدا تشوف ده، مكانتك عند البعض ومكانتك عند البعض الاخر. يعني الناس دي بتبص لك ازاي والناس دي بتبص لك ازاي، الناس دي مهتمه بيك قد الناس دي ولا لا. هيبقى عندك كده حته المقارنه، والقلب هيميل على اللي ليك بيميل. يعني مش هتسمح لحد انه يأخذ من حقك في الانتماء، انتمائك لشخص، انتمائك لعلاقة. وهتبقى متحرر جدا لده. خلال الفترة عطارد يأتي في البيت الرابع، لكن ده خبر حلو، وفي رجوع لعلاقات. يعني عودة تصالح للعلاقات التي تستحقك، او انت هتبدأ في فرصة ان تتصالح في علاقات هامة، وفترة تقدمية مهمة للبعض. يوم 9 الزهرة تنتقل إلى بيتك الثالث، وهنا هذا التحرك تحرك رائع جدا، لكن هو كاشف.
يعني كاشف للنوايا، كاشف للشخصيات. من الممكن أن يحدث تحسن في العلاقات، لكن على الجانب الآخر يحدث فتح لمشاعر البعض اتجاهك. هتكون عندك الحاسة السادسة قوية جدا في كيفية معرفة من هو في صفك أو ضدك، من هو يتحدث فعلا من قلبه أو بيتحدث من بقه وقلبه أسود. عشان كده طبعا الكلام لما يكون طالع من القلب بيبقى واضح، وانت هتكون لماح قوي خلال الفترة. ايضا المرحله تشهد على عوده علاقات وتصفيه اجواء بينك وبين الاخوه لو في مشاكل، بينك وبين الاصدقاء لو في مشاكل. فالزهره هي كوكب رائع جدا بالنسبه لوجوده في هذا البيت. لكن زي ما قلت كده برضو هتكتشف اقنعه او ناس مش مقنعه في حياتك. المرحله تشهد ايضا على بدايه علاقات هامه. يوم 12 المريخ، وهنا نتحدث عن تحرك صعب في بيت رائع. التحرك الصعب مش عشان التحرك وحش، بل بالعكس، التحرك ده كاشف يا ابيض يا اسود. المريخ ما بيهزرش، عامل زي زحل كده، لكن زحل بيكافئ، المريخ ما بيكافئش، المريخ بيفضح. يعني الفكره المريخ على حسب وضعك، على وضعك يا باشا. انت في مشاكل هتلاقي المريخ بيؤجج المشاكل ويجعلك من مشاكل لمشاكل. طيب لو انت في فترة هدوء، في استقرار، في قرار صحيح، اختيارات صحيحة، دنيا هادية، دنيا متظبطة، ستكون أسعد سعيد. علشان كده هنقول، أنا قلت على الحلقة اللي فاتت إن توقعات شهر أكتوبر دي اكتشاف للحقيقة. هي فعلا اكتشاف للحقيقة من بدايتها، لأن الزخم كله هيبقى في النصف الأول من الشهر، اللي هو المرحلة اللي بتكلم عنها، لغاية يوم 12، خاصة بداية من يوم 12. فالمريخ ده كوكب هنقول يعني ليه مسميات كتيرة جدا وصعبة ما احبش اقولها، لكن بالنسبة لك العقرب ده بيتك الخامس، بيت المال، بيت العلاقات العاطفية. يحدث انجراف عاطفي خطير، تحدث علاقات عاطفية خطيرة خلال الفترة. يعني هتلاقي برج السرطان برضو نوع المقارنات، ودي هتبدأ معاك من اول الشهر. هتلاقي نفسك كده بتميل للي عليك بيميل، او فتره كده بدايه كده في مقارنات للعاطفه او لشريك الحياه. ممكن لو في مشاكل، بدايات عاطفيه رائعه وانجراف عاطفي خطير، الى جانب انفراجه كبرى للعمل الصحيح. يعني لو انت في مشروع صح من غير مشاكل من غير توتر، انت على اعتاب انفراجه وشهره في العمل ومرحله من افضل المراحل. لكن لو انت على النقيض في مشكله، فهي مرحله توتر كبير جدا. عايد تاني التنويه، الناس اللي بتتابعنا عن طريق الفيديوهات المقترحه ولسه داخل على القناه جديد، في زرار اسمه اشتراك او سبسكرايب على حسب ما بيظهر لك، دوست عليهم بقيت مشترك معانا في القناه. بسيطه جدا وسهله. اللي عايز قناه خاصه بعمل قراءه مكالمه مباشره الساعه 2 3، بكشف لك كل شيء في حياتك وبعرفك طريقه خلال السنوات القادمه، السنوات الاكثر حظا والاقل حظا، كل شيء. اللي عايز قراءه يتواصل على رقم الواتس. يا رب كده حبايبي برج السرطان جمال ابراج تكون بامن وامان. السلام عليكم.